سلام عسلامة البنات، معكم وصفات سهلة لأم بدر. فيديو جديد، وصفة جديدة. جيتكم اليوم بوصفة توالم بزاف الدخول المدرسي، وصفة بيتزا كاري على طريقتي بمقادير سهلة وبسيطة كما عودتكم. مقادير متواجدة في كل بيت وفي كل منزل، نتمنى تعجبكم. قبل ما نبداو بيان سور نصلي ونسلموا على سيدنا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله، ما تنسوش البنات الاشتراك في القناة وفعلوا جرس التنبيه. ونتمنى من كل صديقاتي الوفيات وكل وحدة تشارك معنا في القناة المتابعة والمشاهدة الكاملة للفيديو رجاء. ولكم بالمثل. الوصفة تاعنا اليوم تحتاج مقادير بسيطة وطريقة سهلة نحضروها للوليدات، راح تفرحهم مع الدخول المدرسي. نتمنى تجربوها. نبداو الوصفة تاعنا على بركة الله. بسم الله. باش حضرت هذه الوصفه احتجت المقادير هذه. انا استعملت هنا كيلو فرينه، تقدري تقسمي المقادير على زوج وتستعملي نصف المقادير الباقيه. هنا خذيت كيلو فرينه، خذيت كيس كامل تاع خميره كيميائيه ولا خميره الحلوى اللي نستعملوها في الحلوى، ولا بيكنج باودر كما يقولوا الدول المجاوره. واستعملت مغرف كبيرة تاع ملح وفنجان تاع زيت. اذا كنتي راح تستعملي نصف الكمية اقسمي المقادير تاعك على زوج. البنات للامانه انا البيتزا توجور نديرها بزيت زيتون، وما راحش يجيكم لوغو ولا الذوق تاع زيت الزيتون، ما راحش يكون كامل الذوق تاع زيت الزيتون في البيتزا تاعكم. وانتم لكم الاختيار، تقدروا ديروا زيت زيتون ولا زيت العادي. هذه للامانه فقط. وبعد ثاني كاينه ملاحظه نبهها لكم، اني ما استعملتش خميره الكيميائيه، عفوا ما استعملتش خميره تاع الخبز، استعملت برك الخميره الكيميائيه راح تكفيني. هذا هو السر الاول في البيتزا تاعنا. كما كنتوا تشوفوا نلموها بالماء، وبيان سور ما نخليوهاش يابسه وما نديروهاش جاريه بزاف. راح نوري لكم القوام اللي لازم تحصلوا عليه. هذا هو القوام اللي لازم تحصلوا عليه. البنات ما نديت لكمش هنا الكيله تاع الماء، باسكو كل وحده ولا فرين تاعها، كل وحده والدقيق تاعها، يعني ما نقدرش نمد لكم الكيل اكزاكت تاع الماء. ليسونسيال تخليوها هكذايا بهذا القوام، مايله شويه للطراوه. والسر الثاني البنات انك تحطيها في كيس بلاستيكي على الاقل لمده ساعه، ترتاح في الثلاجة. نعم في الثلاجة. وبعد باش تقدري تبداي تخدمي بها. يعني السر الاول ان ما استعملناش خميرة تاع الخبز. السر الثاني ان نخليوها مدة معينة ترتاح، تقدري ديريها صباح طيبيها العشية كما تقدري، مور ساعة تبداي تخدمي بها. هنا نروحوا لاصوص تاعنا البنات. كما كتشوفوا هنايا سكرفشت ولا رحيت زوج حبات من طوماطش، ضفت لهم مغرف كبيره تاع طماطم وكميه تاع الملح والزيت، وطيبت الصلصه تاعي عادي. نبدا هنايا نشكل البيتزا تاعي. انا هاد الكميه تاع كيلو خرجت لي 3 سنيوات كبار، يعني 3 سنيوات ما شاء الله. تاكلي وتوكلي يعني. شوفي البنات، هنا قسمتهم على
3 قرصات سوا. صدقوني البيتزا هذه اقتصادية وفي نفس الوقت بنينة البنات. كما نعرفوا الدراري بزاف يحبوا البيتزا، بوكوا با نفرحوهم سيرتو مع الدخول المدرسي، راح يفرحوا بزاف بها. هنا البنات باش تحلي البيتزا تاعك بيان سور كي لاخاطش لاباط تاعنا راهي طريه بزاف، نعاونوا رواحنا باللافارين كما كتشوفوا، نديروا لافارين من الفوق ومن تحت بهذا الشكل هكذا باش تسهل لنا الحله نتاعها. هنا كل واحد يحل على حسب البلاطو تاعو. انا عندي سنيوه تاع الفور حليتها بهذا الشكل. البنات السر الثالث هنا في البيتزا تاعنا ان نديرو طبقه رقيقه تاع لاباط، ما نديروش بيتزا تاعنا غشينه باش ما تجيناش معجنه. شفتوا الطريقه اللي رفدت بها البيتزا؟ انا كنت دهنت البلاطو تاعي من تحت. والخطوه الرابعه السر الرابع ان ندهنو كامل لاباط تاعنا بالزيت زيتون ولا زيت، يعني قبل ما نديرو لاصوص طوماط تاعنا ندهنو كامل توتو البيتزا تاعنا بالزيت ولا زيت الزيتون. صدقوني البنات راح تجي طريه من الداخل ومقرمشه من برا. بعد ما ندهنوها بالزيت كما كتشوفوا نطليوها بلا طوماط تاعنا بهذا الشكل كامل مع بعضها، وزينيها كما درت انايا هنايا بالفلفل. واذا ما تحبيش الفلفل تقدري ما ديريش، زينيها ثاني تقدري ديري قطع تاع طماطم عادي. هنا درت لكم بيتزا ثانيه. هنا خرجتها نص طياب باش ندير لها فرماج. هذه اللمسه اختياريه فقط، البنات تقدروا تعاودوا تضيفوا لها شويه صلصه تاع طماطم وتخليوها تكمل طيابها. بالنسبه لدرجه الفرن لازم تكون 200 درجه، طيب غير من تحت. البيتزا هذه ما تحتاج طيب من فوق. توجور نعرفوا بلي البيتزا ما تاخذش وقت، مده 10 دقائق ربع ساعه راح تطيب معانا. بيان سور البيتزا تحتاج درجة حرارة فرن عالية باش تطيب معنا وتجي طرية ومقرمشة او ميم طون. كما كنتوا تشوفوا البيتزا تاعي كانت جاهزه بالخف معايا. سكرفشت لها حبه تاع بيض مغلي من الفوق ثانيك، وقطع من البصل وقطع من الحشيش. زينتها بالزيتون بهذا الشكل. تزيين تقدري تزينيها بأي حاجة موجودة عندك في البيت، كما يقول لك الجود من الموجود. هنا كنت حضرت صلصة تاع جبن البنات، وكنت زينت بها من الفوق هكذا كما كنت تشوفوا. كما تقدروا تزينوها بالمايونيز، اللي يحبوا المايونيز ثاني راح تجيب بزاف بنينه. وكانت معايا واجده البيتزا وفرحوا بها الدراري. نتمنى تجربوها وتعجبكم. دخول مدرسي موفق الكامل للوليدات. اللهم يا منزل البركات يا فاطر الأرض والسماوات وفق أبناءنا في الدراسة واجعلهم من المتفوقين ومن الناجحين. اللهم آمين. قولوا آمين. نتمنى تكون عجبتكم وصفة اليوم البنات وتجربوها. نتلاقاو في فيديو جديد في وصفات جديدة إن شاء الله. خليكم في أمان الله. سلام.